إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي اس في تايمز في هذا البث المباشر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي اس في تايمز، تلميذة تنحدر من إقليم مدينة اسفي. مشاهدينا حسب شهود عيان هنايا، فهاد التلميذة مشاهدينا الكرام كانت عندها الكونفوكاسيون ديال الامتحان، ديال اجتياز الامتحان الوطني. فمشاهدينا الكرام، مشاهدي اس في تايمز، فهاد الشابة فرمات بنفسها هنايا كورنيش مدينة اسفي. فنسأل الله العلي القدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مرحبا شاف، مرحبا الله يوجه، مرحبا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في هذه اللحظات فرجال الوقاية المدنية غادي ينزلوا لعين المكان من أجل انتشال جثة هذه التلميذة. مشاهدينا الكرام، رحمها الله ورحم الله كل الأموات المسلمين والمسلمات. إذا مشاهدينا الكرام، حسب شهود عيان فكانوا هنايا قالوا لنا الناس أن هذه السيدة كانت عندها كونفوكاسيون ديال اجتياز امتحان البكالوريا الوطني 2024. فمشاهدينا الكرام، مشاهدي اس في تايمز، جات فكترمي براسها هنايا للجراف ماشي للبحر. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مشاهدينا الكرام، فخليكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة اسفي، وتدخل رجال الوقاية المدنية وكذلك رجال الأمن الوطني اللي حاضرين هنايا وحضروا هنا على وجه السرعة. فمشاهدينا الكرام، مشاهدي اس في تايمز، حيسن إذن غادي نشوفوا مشاهدينا الكرام شنو وقع بالضبط. كاين واحد الشخص هنايا اللي كيتواجد دوما هنا بكورنيش مدينة اسفي، ممكن يعطينا شي معلومات نشوفوا بالضبط شنو وقع. فنسأل الله العلي القدير أن يرحم هذه التلميذة. حيسن شنو وقع اليوم في كورنيش؟ قول لنا. وصلت من هنايا بقيت حي. سمعنا انها تلميذة تقريبا تلميذة، ربما اليوم الامتحانات، ربما عندها شي مشكل وصافي، ما عرفتش حقيقة واش داير. احنا سمعنا ان الشابه تلميذه كانت عندها واحد الكونفوكاسيون ديال اجتياز امتحان البكالوريا 2024. هذه نوصلك هذا الميساج موصول، هادشي المعلومه وحنا وصلناش ليها. المعلم التعليمات المدير ولا تشوف معلمه ولا الاستاذه ولا شوف القصه ديالك كيفاش دايره. واخا حيس، شنو بالك في هاد الناس دابا اللي كتلتجا لهذا القلب النابض اللي هو كورنيش مدينه اسفي وكترمي بنفسها؟ يعني تنقول لك الحقيقه، انا الله يرحم هاد السيده واليوم العواشير، اول حاجه الناس خصها تخدم. ما عندك شي مشكل داوي راسك مع عائلتك ولا داوي الامور ديالك. يعني شي تقلق هادشي ملي ولا السلطه خدامه ولا كلشي خدام والناس واقفين مقدمين يعني هذه شوها اكثريه بهذا القنت نعرفوا حنا دابا كورنيش اسفي. دابا هاد كورنيش اسفي واش ولا النقطه السوداء؟ نعتبروا النقطه السوداء بطبيعه الحال. النقطه السوداء دابا شحال من حاله دابا في هاد كورنيش مدينه اسفي سقطت من هنا من اعلى جرف اموني، من الافات منهم، من الافات. يعني انا بنقول لك، انا حتى الناس المسؤولين اليوم كانت الدوره ياك، يعني اليوم كانت الدوره ياك، كان فيها عبد الله كريم وكان فيها ناس كودار سمير وكان فيها علاش ما يتجهوش لهاد المسائل، يهضروا مع السلطات ويقدوا المساكن ديال اسفي. يعني خاص يكون واحد الحاجز هنايا، يكونوا بلوكات، يكونوا السكيورتي كما ذكرت لك الولاد الساكنه موجودين ثاني لتحت. هما دابا الناس قدامين، هما البلوكاسيون الطريقه كيفاش دايره. تنتمنوا السيده ما يدقدقوهاش. دابا انا عاسين ما يدقدقوا السيده يدقدقوا وما يكملوش عليها. يعني تنتشر الكومير. راك دابا انت كتشوف دابا الوعوريه اللي كاين هنايا والصخور اللي كاين هنايا سي حسن، انه راه صعيب باش تطلع لك. ولكن واحد التجربه كاين خص تكون لا كونتير. كاين كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي اس في تايمز، رجال الوقايه المدنيه غادي ينزلوا الاسفل باش ينتشلوا الجثه. فتبارك الله عليك ولدي، الله يرضى عليك والله يرحم هذا. وكيف ما كتشوفوا معنا الزودياقه اللي هي تابعه الوقايه المدنيه اللي جات من شاطئ مدينه اسفي، انتقلت هنا للكورنيش مدينه اسفي باش ينتشلوا الجثه ديال الشابه. اذا المعلومات اللي عندنا مشاهدينا الكرام، فالسيده مازال الحمد لله باقي ما الحمد لله اللهم لك الحمد. فهي دابا في الانعاش، فندعو لها بالشفاء ان شاء الله اخواني اخواتي. وهاد السيده هذه فهي كتنحدر من لاربعه الاولاد، هي لاربعه الصعاطله اقليم مدينه اسفي حاضره المحيط الاطلسي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا كيف ما كتشوفوا معنا حضور جميع رجال السلطات المحلية بجميع التلاوين ديالها.
مهدي شد ليا هذا اللي علمت بهم اصاحبي، انا شفت كل شيء اصاحبي. شنو بالك شنو شفتي؟ قول لنا. نعلم بهم انا، راه ما بيش نبينها، ما غتبانش، قول لنا شنو شفتي. ما بيش نبين وما بيش نهضر. لا قول لنا شنو شفتي. صاحبي شفت هذا المنظر خايب صح. شنو وقع بالضبط؟ شنو وقع؟ قول لنا بالصوت ديالك، غير بالصوت ديالك، غير بالصوت ديالك، دابا انت ما معروفش. سامي خذ راحتك ما كاين حتى مشكل، خذ راحتك ما كاين حتى مشكل. إذن مشاهدينا الكرام، اللي توصلنا به انه الشابه ما زال حيه، ما زال في الانعاش الحمد لله. اللهم لك الصالون ديالها الحمد. لقينا بسطامه وواقيها والتليفون ديالها، كاين دلائل عند السلطات المحليه. فالسلطات المحليه داخله في هذه الامور هذه. دابا حنا سمعنا انها تلميذه جايه من سعادله مقبله على اجتياز امتحان